تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أينما كنتم تحية طيبة إليكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تسببت الفيضانات التي تجتاح عددا من المدن التونسية في الشمال في مقتل 3 أشخاص وفقدان شخصين آخرين. الفيضانات خلفت أيضا خسائر مادية جسيمة، وقد تم تسجيل أهم الأضرار في ولايات الكاف وجندوبة وكذلك بنزرت. حصيلة ضحايا الفيضانات اليوم وصلت حد الساعة إلى 3 قتلى ومفقودين 2 بكل من ولاية بنزرت والكاف. فبعد كميات الأمطار المتهطلة بكثافة على عدد من مدن الجمهورية، ارتفع منسوب مياه الأودية والسدود، ما تسبب بدوره في فيضانات وأضرار جسيمة يختلف حجمها باختلاف المناطق. فيضان وادي الرمل التابع لولاية الكاف تسبب في وفاة شقيقين وفقدان شخص ثالث بعد غرق سيارتهم بهذا الوادي، كما تسببت الأمطار في قطع الطريق الرابطة بين منطقة السمانة ومدينة الكاف. أما في مدينة مطر فقد تسببت الأمطار الغزيرة وفيضان الأودية في وفاة شاب بصعقة كهربائية عندما حاول مساعدة أحد الشيوخ كان على وشك الغرق. كما جرف الطيار فتاة على مستوى وادي اليهود بالقرب من مدينة مطر، وهي لا تزال في عداد المفقودين. ويذكر أن ارتفاع منسوب مياه أودية الشعير والتين وخاصة وادي جومين وصل إلى مستويات قياسية، وقد بلغ ارتفاع المياه 1.5 متر في بعض الأحياء على غرار حي الصداقة والرجاء والنصر وهنشير الحاجة، مما خلف أضرارا مادية جسيمة. وقد تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي مجردة وعدد من الأودية الصغرى أو ما يسمى بالشعاب في محاصرة عديد التجمعات السكنية بالمياه، خاصة في معتمديات جندوبة وجندوبة الشمالية وغاردينا وفرنانة وبوسالم. واضطرت أغلب المدارس الريفية بنفذة وعمدون التي بلغت كميات الأمطار المتهاطلة بها أكثر من 80 ملم إلى تعليق نشاطها اليوم نتيجة فيضان عدد كبير من الأودية ومنها وادي المعدن. الساعات القادمة بإنجاز الباب من ولاية باجة هي قطعا ساعات صعبة، لأن منسوب المياه لوادي مجردة والأودية المتفرعة عنه تهدد بالفيضان. لجنة مجابهة الكوارث هناك والمكونة من أعوان البلدية الذين علقوا إضرابهم وأعوان الحماية المدنية والجيش والمعتمدية وأطراف أخرى تحاول جاهدة الاستعداد لهذه الساعات الصعبة. هو وادي مجردة قادم من الجهة الغربية لمعتمدية إنجاز الباب. صحيح أن الأراضي المحيطة به هي أكثر الأراضي خصوبة، ولكن محل الأحياء القريبة منه. حي بن حسين أحد هذه الأحياء يضم قرابة 100 عائلة. وصلنا إلى الحي فوجدنا حالة من التوتر بين ممثلي لجنة الكوارث وأهالي هذا الحي. موجة كبيرة راهو مخافة على أرواحكم ومحافظة على السلامة نتاعكم. ندعوكم تو كساك تشوفوا معناتها في الشاحنات موجودة، ونحبوا ننقلوكم ومتواجد الشاحنات والحافلات، نحبوا ننقلوكم على الأقل تتفضل الفترة هذه. الحاجة الوحيدة أنا ما نجمش نمشي لين حطيت دبشي في الصح نجم نقعد بحذاه، واللي يصير يصير. مؤلفت بالله نحن مؤلفين 3 في العذاب هذايا. ودبشك وعندك فيه الحق، لكن راهي حياتك أهم ما كدبش، راهي سلامتك أهم ما كدبش. من قرر البقاء وعدم التنقل إلى مقرات الإيواء وعددهم كبير استعد لمجابهة فيضان وادي بودين بالحلول التالية. أنا كان كتفتح الله أعلم شو السيخي وتو بنيته تو فهمت، وجبت الزبس وشريته وجبته ودنيته. وعلاش؟ على الفيضانات. يا حومة كانوا واقفين مع بعضنا ناخذوا عليه حاجة ما نستش الماء نطلعوه ولا ما نلقوش. هز الماء ساعات نوصلوا عائلات بالعائلات تقفوا في سطح واحد، محصورة ناس في سطح واحد. حاولوا نقنعوهم باش في نهاية الأمر نجليوهم وكهو. من هنا ل8 ل9 باش يطلع منسوب الماء برشا، ويمكن حتى كان ما تنجمش تدخل. نحاولوا تدخل من فوق، يعني من الحي من فوق نديروا من غاديك. هذا الوضع الذي حتمه الارتفاع غير المسبوق لمنسوب المياه لوادي مجردة يرجعه كاتب الدولة لوزير الفلاحة، والذي تنقل لمعاينة الوضع للأسباب التالية. يعني ذوبان كميات كبيرة من الثلوج بالشمال الغربي، ونزول أمطار الأيامات هذه كانت يعني أمطار قوية بلغت 165 و 170 ملم في جهة عين دراهم، بلغت 65 و 70 في مناطق عديدة دفعة واحدة. ثم كذلك ثم عنصر الآخر وهو الأقوى والمفاجئ لنا فعلا هو تدفق كميات كبيرة من الماء من القطر الجزائري دفعة واحدة في الليلة الفارطة. الوضعية بالذات باش تتهزم من الغدوة. حتى هو قاعد يسمى حوالي 400 متر مكعب في الثانية الجاية من أودية سليانة وخلاد، ومازال يجينا كميات بتاع صد سيدي سالم اللي هو تو الصد تعبى ومش يبدا مخفر الفيضانات، وربما من الغد العشية النهار السبت في الليل مش توصل كميات كبيرة ياسر.
ساعة صعبة إذا تلك القادمة، صعبة على سكان حي السوق والقمح وبن منصور وأحياء أخرى واقعة على ضفاف وادي مجردة أو الأودية المتفرعة عنه بمجاز الباب. ساعة صعبة لن تكفي حتما أكياس الرمل هذه لمواجهتها. تهطل الأمطار وتزامنها مع ذوبان الثلوج وارتفاع منسوب المياه تسبب في فيضان بعض الأودية. وصل على إثره الجيش الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث واصل عمليات الإنقاذ وإجلاء المواطنين بالمناطق التي حاصرتها المياه بواسطة الشاحنات والمروحيات العسكرية والزوارق المطاطية. هذا المشهد كان حاضرا في مناطق عديدة منها منطقة ماطر. هذه هي الصورة التي آلت إليها مدينة ماطر بين الأمس واليوم. سيول جارفة، جدران مهدمة، مساكن عائمة، وبينها يقف المواطن مهددا. ف1132 مواطنا وقع إجلاؤه بالشاحنة والزوارق العسكرية من حي الصداقة وحي النصر والوكالة العقارية للسكن بماطر، و464 مواطنا من طريق سجنان وماطر وجندوبة على إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الشعير والتين وخاصة وادي جومين إلى مستويات قياسية. وعشنا حالة من الرعب. ما نحمد ربي اللي نحن معناتها توصلنا للبر الأمان هذا بفضل قوة الجيش. لزعما متنا بارح العباد البنات الكل مشيت ليلة كاملة، لا كلينا لا شربنا لا ذقنا لا النوم ما كحلناش بيه. من البارح نلومنا في المدرسة وهاني قرسان والمدلول وربي يعلم بيا. البارحة ومسيت انا مشيت كنا نخرج للمياه ونبكي. وإن كانت هذه حالة البعض بعد إغاثته، فإن غيرهم في الجهة الأخرى لا زالت تحاصره السيول بعد أن بلغ ارتفاع المياه مترا ونصف المتر في بعض الأحياء. راك تشوف الماء تصيب علينا من هنا، الخليج تصيب علينا من تالي. نورمالمون يعلمونا بكل شيء يسيبوا خليج هما باش يسيبوا البراج ولا ينفسوا في البراج. نورمالمون يعلمونا باش احنا ناخذوا احتياطاتنا من هنا، ما نبنوا كعبات ياجور قدام ديارنا. الماء دخل لنا، هزلنا دبشنا، هزلنا حوايجنا، هلكنا الماء ما خلانا حتى شيء. لا ما رقدناش للصباح ونحن ننشحوا في الماء، احنا ننشحوا هو داخل، احنا ننشحوا هو داخل، سلمنا امرنا لربي. توا عائلتي متشرده دبشي فهمتي جراري كما يقولوا فيها واللي عندي الكل كله مشى هزوا الماء وهما توا هانوا متشردين عند الناس. وانا البارح انا بت في الماطر مدينة ماطر. أمطرت ماطر فكانت الكارثة. سيول من المياه طالت المدينة بأكملها، بل تجاوزت ذلك إلى مناطق أخرى تدخلت على إثرها وحدات الجيش الوطني بمنطقة منزل عبد الرحمن وأوتيك ومجاز الباب ونفزة وغردمة والكاف وعين دراهم، وإجلاء 32 مواطنا بواسطة المروحيات من المناطق والأحياء المحاذية لوادي مجردة. مشهد تكرر في أكثر من منطقة تضافرت فيها الجهود على أمل تجاوز هذه الأزمة بسلام. ومتابعة للأوضاع، قام رئيس الجمهورية المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي بزيارة سكنة الحرس الوطني بالعوين لمتابعة سير أشغال لجنة مجابهة الكوارث المكونة من مختلف المصالح والوزارات المعنية. وقد عاين رئيس الجمهورية آخر التطورات بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات والإجراءات العملية المتخذة لمساعدة السكان والاحتياطات المتخذة كذلك في حال مزيد تدهور الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تواجد التجهيزات اللازمة إضافة إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود واكتساب الخبرات الضرورية لمجابهة هذه الطوارئ بما يحفظ الأرواح والممتلكات. نبقى دائما مع موضوع الفيضانات وينضم الينا في الاستوديو العميد فرج اللواتي مدير عام الحمايه المدنيه. اهلا بك سيد فرج. اهلا وسهلا. لان في البدايه كنا نتابع تقارير هناك خسائر بشريه وماديه يعني واضحه، كيف تصف لنا الوضع حاليا في هذه المناطق التي تضرر؟ شكرا بارك الله فيك. في الواقع الشتاء هذه السنه هو بامتياز استثنائي، نظرا وانه موجة البرد غير مسبوقة وتساقط الثلوج الكميات اللي سجلناها، وكذلك فيما يتعلق بنسبة المياه التي ارتفعت في السدود وكميات الأمطار التي نزلت والفيضانات اللي سجلناها في المدة الأخيرة. في الواقع كانت نتيجة طاقة السدود التي كانت في أقصى طاقتها، وسجلنا دخول كميات لم تسجلها الوحدات
المعنية من الإدارة العامة للسدود وإدارة الموارد المائية منذ 40 سنة. 1500 متر مكعب في الثانية تدفقت من جهة غرديمان. السدود كلها امتلأت، وإضافة إلى كمية الأمطار اللي نزلت أخيرا. نعم، بعد ذلك سيدي فرج دعنا في صورة الحال الآن، ثم سنعود يعني إلى هذا الموضوع. شكرا. بالنسبة للحالة الآن فيما يتعلق بمدينة ماطر، فبعد أن سجلنا فيضان سد جومين ووادي التين ووادي الشعير، وكانت ارتفعت المياه في هذه المدينة إلى حد 1.5 متر في بعض الأحياء، فأن الحالة حاليا هي في تحسن، ومنسوب المياه يتقلص بصفة ملحوظة، وإن شاء الله من اليوم الغد تكون الحالة في أفضل، ويقع الشروع في إعادتها إلى حالتها الطبيعية بوحدات الحماية المدنية والجيش الوطني. ماذا بالنسبة للساعات القادمة؟ بالنسبة للساعات القادمة الآن الأنظار كلها متجهة إلى مدينة بوسالم، نظرا وأنه هناك كميات من المياه تسربت على بعض الأحياء في حي النور، حي حشاد، حي سنيت، وحي الرياض، وحي ديامونتا. ومنسوب المياه حاليا في بعض المنازل هو من 70 سنتيمتر، 60 80 ربما حتى متر في بعض الأماكن المنخفضة. ونتطلع إلى تطور الوضع في الساعات القليلة القادمة، نظرا موجة المياه تصل في ربما منتصف الليل الساعة 1 صباحا على حسب التقديرات الأولية، ربما بين الساعة 11 منتصف الليل إلى حدود الساعة 1. وكنا قد نبهنا بعديد البلاغات وبتدخلات مباشرة وأن هذه موجة المياه هي موجة غير مسبوقة، وطلبنا من السادة المتساكنين بهذه الأحياء وكذلك بأحياء مجاز الباب وجديدة وأحياء بعض أحياء في حي الخضار في سيدي ثابت بأن يتركوا المنازل ويلتجئوا إلى الأماكن التي تم تخصيصها لإيوائهم. نعم سيد فرج، بعد إذنك نبقى في بوسالم. تقريبا ارتفاع المياه وصل 1.5 متر والفيضانات في أوجها، يعني أكيد أن كان لديكم علم أنه ستصل هذه الحالة في بوسالم. نعم. يعني ما هي الإجراءات ربما التي تتخذ الآن وستتخذ قريبا اللي تقريبا انتشال منطقة كاملة ومدينة كاملة من هذه الفيضانات التي استحقت؟ في الواقع وأنه احنا بدأنا في إجراءات منذ يوم الجمعة، وتم تجميع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في العوينة، وتم تجميع اللجنة الجهوية في باجة وفي جندوبة وفي منوبة وفي الأماكن المعنية، وتم الاتصال بالعديد من المواطنين في هذه الأحياء مباشرة، وتم إعداد نشرات إعلامية وإخبارية لطلب من المتساكنين وأن الوضع نظرا إلى موجة الأمطار اللي كانت متوقعة حسب ما صدر الرصد الجوي، فأن المياه سترتفع في وهذه الأودية هي مرجحة للفيضان، وهذا ما تم تسجيله. وتم تعزيز هذه الأماكن بوحدات من الجيش الوطني والحماية المدنية وزوارق، ورهنا خاصة على الدور الوقائي هو قبل أن تصل هذه المياه، وأن يترك هذا الناس الذين يسكنون في الأماكن المهددة الأماكن إلى حاليا الوحدات متواجدة. معذرة، ومع ذلك فقد تمسك بعض المتساكنين بالبقاء في منازلهم، ما هي الرسالة التي معناها ترسلها إليهم بالنسبة للساعات القادمة؟ أرسل إليهم رسالة لأن الوقت ما زال معنا إلى حد الآن، وأنه متر أو 80 سنتيمتر أو 70 سنتيمتر حتى 1.20 متر، الإمكانيات من الجيش الوطني من الحماية المدنية، شاحنات، زوارق، حافلات، كلها مسخر لإنقاذهم ولإجلائهم حالا ولنقلهم إلى أماكن آمنة. وبالنسبة لمجاز الباب كذلك التي لم تصلها هذه الموجة، نتوجه لهم بكل إلحاح وأن يتركوا هذه المنازل التي هي في أماكن مهددة بالفيضان إلى المآوي المخصصة إليهم، كذلك جديدة وكذلك سيدي ثابت على طول واد مجد. هذا إجراء وقائي واستباقي، وأظنه أهم إجراء يجب اتخاذه، ويجب أن كل مواطن أن يساعد في هذا لإنقاذ حياته وأرواح. هناك من تعلل على أساس أدباش أو مشاو، أظن الآن هو التفكير في إنقاذ الأرواح. فقط سؤال أخير بعد ذلك سيد فرج، يعني لا نقارن هذه الأمطار التي أنتجت فيضانات في تونس والثلوج التي سبقتها يعني بدولة أخرى لها بنية تحتية أخرى، هل هذا يسبب فيضانات في دولة أخرى؟ يعني هذا يسبب أكثر من هذا. الفيضانات هي في الواقع نظرا لتطور المناخ
فالعالم كله يواجه ويعاني هذه التقلبات المناخية والانحباس الحراري، وفي تونس موجة البرد أو الغير مسبوق والتراكم الثلوجي غير مسبوقة. وبالنسبة للفيضانات فإنه تم إعداد العدة لهذا من الناحية الوقائية ومن الناحية الإعلامية، وتم تجهيز إمكانيات متعددة لنقل الأشخاص، وهذا إجراء وقائي. ونشاهد وأنه في العديد من حتى البنية التحتية ربما أقوى، فأنه يسجل فيها الخسائر البشرية الكبيرة الحمد لله إلى حد الآن بالرغم من ارتفاع منسوب المياه وبفضل مجهودات الحماية المدنية والجيش الوطني، فأنه الآن باستثناء الثلاث أشخاص والمفقودة التي نبحث عليها هذا معناها نتمنى، وأنه الكل يتعاون مع الجيش مع الحماية المدنية. نحن لا نشكك سيد فرج في جهود الجيش الوطني والحماية المدنية وكل العناصر المتداخلة، لكن تبقى نقطة استفهام للبنية التحتية في تونس. شكرا لك سيد فرج الواتي مدير عام الحماية المدنية على هذا الحضور وعلى هذه التوضيحات. هذا وتذكر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بإحداث رقمين مجانيين جديدين على ذمة مواطني بوسالم، وهما 80 101 511 و 80 101 610 إلى جانب الرقم الأخضر الخاص بولاية جندوبة وهو 80 101 5.